عودة إلى مواد الهوية. أنا لما جيت قريت مواد الهوية في الدستور وجدت إنه معلش اخر موافقه لازم تبقوا عارفين ان حزب مصر القويه، ما انا بس بديك التمهيد، حزب مصر القويه بيدعوكم للتصويت بلا على الدستور عشان تبقى عارفين المرجعيه اللي هتنطلق منها الاستاذه فيروز في الحديث. عداني العيب كده؟ لا يا فندم اتفضلي. وانت بتقرا مواد الدستور عارف تحس بايه؟ تحس ان كل واحد، كل طائفه من طوائف الشعب المصري داخله بتدور على حقوقها جوه الدستور. كويس. فتلاقي مثلا انه الحزب الاسلامي السياسي داخله بتدور على الماده الثانيه مش شايفه غيرها. تلاقي انه المسيحيين داخل بيدور على انه يضمن انه متساوي في المواطنه او كذا وكذا. تلاقي الناس بتفخر ان ده اول دستور تيجي فيه سيره النوبه وسيره سينا وتلاقي العمال وتلاقي الفلاحين وكذا وكذا وكذا. عارف ده مش مضايقني، يعني انا مش مضايقني او مش مضايقنا في مصر القويه انه كل حد بيدور على الحته بتاعته. مش مضايقني ولا اعيب عليهم في هذا، لكن اللي مضايقني ان انا لما جيت دورت بقى في الدستور على مصر ما لقيتش مصر يا تامر. يعني انا ما لقيتش مصر، لقيتي فتافتها. لقيت فتافتها. وبعدين اللي بيوجعنا بقى احنا في حزب مصر القويه عندنا مجموعه من المبادئ والقيم والانحيازات، عددهم 15. كويس. اعلاهم حاجه بنسميها المبادئ. عندنا مبدئين هم المبدئين الاعلى: الانسان والهويه. فكده لما حد بيقرب من الانسان ومن كرامته ومن حقوقه من كرامته الانسانيه، او لما حد بيقرب من الهويه ولا يعطيها حقها، احنا في مصر القويه بتحس ان احنا صعقتنا بالكهرباء او ان احنا لدغنا عقرب مثلا. يعني تلاقينا ما بقيناش طيبين، يعني بنزعل قوي. طيب دي الملاحظه الاولى، انه مصر انا ما لقيتش مصر مش موجوده من وجهه نظرك. نمره 2 ان الدستور ليس كل متكامل، شايفاه انه فتافيت وان كل واحد داخل واخد نصيبه. كل واحد داخل واخد نصيبه. انت عارف انا كنت بتمنى ايه؟ اولا انا كنت بتمنى انه، وده كان كمان في اسلوب في دستور 2012 وبرضه اللي احنا قلنا له لا ورفضناه. مظبوط. كنت بتمنى ان يبقى في ماده تشاور على الهويه المصريه او اللي بيسموها الذاكره الجينيه للشعب المصري، وتشاور على التزام الدوله بانها تحفظ هذه الذاكره، مش بس تقول مصر عربيه اسلاميه افريقيه. يعني طب انت يا دوله فين واجباتك في انك تحفظي هذه الهويه وهذا الخليط؟ تمام. احنا يا استاذ تامر الهويه المصريه بيحصل فيها تجريف من ايام سليم الاول. من ايام سليم الاول واحنا بنتجرف وبنتصفى. سليم الاول خد كل الصنايعيه وكل الاسطوات المصريين، لان هو العثمانيين دول بتوع جيش طبعا. دول عساكر، فهو ملوش في الفنون وهو راجل بتاع قتال. فلما بص لقى نفسه عنده دوله وما عندوش حضاره، راح يجمع اصحاب الحضارات واصحاب الفنون، فاتجرفت. تعال دور كده على الخياميه ولا دور على صناعه النحاس، كل ده جه الخديوي اسماعيل بعدها بقرون وجرف مصر التجريف الثاني. كان عايز بقى احنا مصريين عايزين نبقى حضاره وبتاع ونبقى خواجات، فبدات تظهر الطرز المعماريه الغربيه وبدات تندثر المعالم الهويه المصريه في المعمار. اللي هو العربي مثلا على سبيل المثال، في مش عايزه استطرد بس على سبيل المثال في المعمار المصري العربي القطع الفنيه فنيه وخادمه. يعني مثلا الباب في الهويه المصريه العربيه هو باب وزينه. صح. فتلاقيه معمول، ده هويتنا، دي شخصيه. فاهم ازاي؟ انا لما بدات اتكلم، عارف انت اول كلمه قلتها لي ايه؟ قلت لي خطوه عزيزه. صحيح. دي الهويه. انت شفت حد في الجامعه الامريكيه بيسلم على حد وبيقول له خطوه عزيزه؟ لا طبعا. اول سؤال هيتسال له يقول له عزيزه مين؟ عزيزه مين؟ فخطوه عزيزه دي متحاربه من الناحيتين. متحاربه ان ممكن اليمين الديني يجي يقول لك ايه؟ خطوه عزيزه دي مش السلام عليكم ورحمه الله، مش الطابع الاصيل، مش الاسلام، والمصر اسلاميه. يعني لا خطوه، ما هو ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم امر انه نفشي السلام باي كلمه، مش شرط بلفظ السين مع اللام مع الميم. فخطوه عزيزه ده سلام برضه. تمام. في مثلا واحده اسمها الدكتوره ميرفت عبد الناصر. الست دي عندها انفقت مئات الالاف من الجنيهات، كل اللي حيلتها صرفته على انها ترمم اثار هرموبوليس في تونة الجبل في المنيا جنب ملاوي. بتروح بتحفر بايديها وبتجيب الناس وبتصرف بايديها. مين
مين اللي بيعمل ده؟ لا اقول لك حاجه، هات عينه عشوائيه من المصريين وقول لهم ضع علامه صح او خطا امام هذه الكلمات الثلاثه التاليه. المصريين بنوا الاهرام بالصخره، المصريين القدماء كانوا بيحدفوا عروس واحده ست جميله في النيل عشان قربان للالهه، المصريين كانوا بيعبدوا 1000 اله. حط علامه صح او غلط، هيحط لك صح قدامهم كلهم، مع العلم ان مفيش ولا كتاب ايجيبتولوجي فيه المعلومات دي. المصريين لا بنوا الاهرام بالصخره، ولا كانوا بيرموا عروسه النيل في البحر، ولا كان عندهم تعدد الهه بالمعنى الهه. يعني مثلا عندهم حتحور، عملنا التوحيد. لا كمان يعني حتحور اللي هي البقره، هي رمز للخير اللي هو صفه من صفات الاله. الاهم التوحيد. لكن هو مش بيعبد البقره في حد ذاته، بدليل ان هو بياكلها. فاهم قصدي ايه؟ طيب هو ممكن تكون حد بيشوفنا دلوقتي يقول طيب هو الست ديت بتتكلم انا مالي انا بالمصر القديم والمش عارفه كذا وكذا والهويه، وانت ليه مالك زعلانه كده يا مصر القويه على ان الدستور ما فيهوش ماده تؤكد على ان الدوله ملتزمه بحفظ هذه الهويه المصريه القديمه والعربيه وكذا. التزام، مش مجرد انا بقول لك خبر على فكره مصر اسلاميه عربيه، لا مش عايزاه خبر، انا مش عايزاه اقرار، عايزاه التزام. انا عايزاه التزام، وعايزاك تقول لي ان ده من خلال مناهج تربويه وبرامج تعليميه وثقافه، عشان ما ابصش الاقي واحده زي الدكتوره ميرفت عبد الناصر بتصرف اللي وراها واللي قدامها عشان هي اللي ترمم الاثار. مش شغلتها على فكره. دي شغله الدوله. طيب ده قيمته ايه؟ على فكره الهويه لو انت عايز فلوس، الهويه فلوس. في جمله جميله قوي بتقولها الدكتوره شهيره محرز، وهي من الناس الجمال المهتمين بالهويه المصريه. دكتوره شهيره محرز دي لا اسلاميه ولا محجبه حتى زي دي اسلاميه لا الاسلام دي بالمعنى السياسي. مسلمه، انا مش يعني ولا لا يعني احنا فاهمين لا انا ما قلتش مسلمه مش اسلاميه يعني مالهاش علاقه بالاحزاب السياسيه. ولا محجبه زيي، لكن هي عملت حاجه انا ما قدرتش اعملها. الست دي بنت ناس جدا وبنت زواج جدا، تلبس جلابيه فعلا والله. تلبس جلابيه هي من نفسها. دي مش دعوه للبس الجلابيات، بس قصدي اقول ايه، دكتوره شهيره محرز اللي انا يعني ليها جمله جميله قوي بتقول ان المحتل او المستعمر عشان يعرف يبيع لك بضاعته لازم يقلل لك من شأن بضاعتك، لازم يحسسك ان انت مالكش سعر، هويتك تاريخك اللي على بعضه. الفراعنه دول اصلهم كانوا بيعبدوا الاوثان، والعرب قلبتي علينا المواجع يعني. فانا بس اخر جمله يعني او اخر حاجه عايزه اقولها، الهويه دي فلوس، انه انا لو انا معتز بنفسي انا اعرف ابيع ده. تمام. الهويه حاله نفسيه، ان انا يعني عارف زمان في بدايه الثوره ايام شهر العسل كان ارفع راسك انت مصري. صحيح. فكره انه انا مصري، احنا ولاد حلال مش ولاد حرام. يعني احنا ولاد 7000 سنه حضاره بكل تنوعاتها بكل اشكالها، ما احناش نبت الشيطاني كده، ما احناش نبت الشيطاني وما احناش لقطاء. وانا حتى يعني انا مسلمه، ازعم ان انا يعني زي الاستاذ عبد الحليم ازعم ان انا يعني مؤمنه بالله، لكن في الاخر انا مش شايفه انه حتى الاسلام لما دخل في مصر في اخر 1400 سنه ان هي حرام مصر دي كانت ضايعه. يعني طبعا مصر كانت عظيمه والاسلام جعلها اعظم، لكن هي تمشي. مصر كانت عظيمه والاسلام جعلها اعظم. فالهويه دي يعني حاله نفسيه مستقره، الهويه يعني فلوس، الهويه يعني تماسك مجتمعي. ما جيش انت تقول لي خطوه عزيزه فيقوم يطلع لك واحد يقول لك لا ما تقولش خطوه عزيزه، قول السلام عليكم، وما يجيش واحد يقول لك ده تامر ده بيئه بيقول خطوه عزيزه المفروض تقول هاي يعني. تمام. فبالتالي بيخلي الناس صحيح متماسكين اجتماعيا. ثقافه. فدي الهويه. انا عايزه ماده في الدستور تعلي من شأن الهويه، تعلي من هذه الذاكره الجينيه، وتوضح لي ان الدوله ملتزمه بالمحافظه عليها ببرامج وكذا وكذا وكذا. والله يعني انا عارفه والله ما قصرت. انا عارفه ان انا طولت عليك. لا بس بامانه اخر جمله. اتفضلي. بامانه اخر جمله. احنا في حاجه عندنا احنا المصريين يقول لك ايه، احنا مش عايزين نقطع عيشه. مظبوط. انت عارف نقطع عيشه دي جايه منين؟ لا. دي جايه من اعترافات ماعت ال 42 في الحضاره المصريه القديمه، ورثناها فضلت في ذاكرتنا الجينيه 5000 سنه. تتضايق لو قلت لك مين ماعت؟ يعني يضايقك السؤال ده؟ يضايقك السؤال؟ بصراحه اتضايق. لا انا اسف. لكن لو في ماده في الدستور بتقول ان ما يصحش يا تامر انك ما تعرفش ماعت،
ماعز ده من اولى المعتقدات المصريه القديمه، اللي هي لو بتدخل في المعابد تلاقي الريشه. ريشه ماعز اللي هي المفروض في يوم القيامه بيجيبوا ريشه ماعز وبيجيبوا قلبك وبيوزنوا قلبك قدام ماعز ويشوفوا هم هيبقوا قد بعض ولا مش قد بعض. اله العداله. هو مش العداله، هي الانتجريتي او هي المصداقيه، انك انت تقول ما تفعل. النزاهه. مش الطهاره بيسموها مش الطهاره يعني المصداقيه، هي اقرب ترجمه للانتجريتي المصداقيه. انه تامر يقول ما يفعل. اعترف 42 اعتراف، انا لا اكذب، انا لا اسرق، انا لا الوث ماء الله، انا لا اقطع عيش احد. اللي هو قاله ده بيعمله. ده كده الاخوان بريشه ماعز دول هيتروقوا. هيتروقوا. يعني قصدي اقول انه في الاخر انا عايزه اعلاء من شأن الهويه وقيمتها الاقتصاديه والنفسيه. انا عايز اقول لك ان انت يعني بجد عن طريق سرد رائع الحقيقه وصلت، عايز تقول انا وصلتني الرساله جدا وتاثرت، وانا معلش اديتها وقت اطول شويه لان هي الكرسي الوحيد اللي بيقول لا على هذه الترابيزه. طبعا الدستور معدل. اتفضل.